كل سنة وانتم طيبين. اسمحوا لي نقعد مع بعض شوية. على فكرة كل سنة وانتم طيبين. طبعا احب اعرف في البداية ضيوفنا دكتورة مها العربي، مدرس آلة القانون بالمعهد العالي للموسيقى العربية، ومعانا والدها اشهر عازفي الايقاع وعازف الايقاع الاول في مصر استاذ محمد العربي. اهلا بيك يا فندم. كل سنة وانتم طيبين في البداية، واهلا بكم معانا. صباح الخير يا مصر. صباح الفل. يمكن انا بقول احنا ابتدينا الحب كده على فكرة معاكم. وسيد الغناء العربي كوكب الشرق ام كلثوم بتقول الحب كده اهو مين ده وده، ها مش كده الكلام بقى اللي احنا عايزين نسمعه منك؟ الحب كده يعني قالت الحب كده وهو من ده وده، طبعا بتعني ان الحب فيه الشقاء والعذاب والحلاوة، فطبعا الحب ده شيء جميل جدا. فاذا كنا هنتكلم عليه ده مش هنخلص في صباح الخير، لازم نستنى مساء الخير. فطبعا يعني بالنسبة لي انا الحب بيعني حاجات كتيرة جدا جدا. اول حب ليا في حياتي حب والدي. تاني حب في حياتي القانون، لان والدي السبب في حبي للقانون، فمن خلال حبي ليه فحبيت القانون جدا. وتالت حب ليا كان استاذي الفاضل المرحوم كامل عبد الله. ورابع حب ليا الاستاذي الفاضل حسين جنود رحمه الله. فطبعا الحب بيتمثل ليا في حاجات كثيره جدا جدا، وبالتالي بيتدخل في كل حياتي، وممكن قوي 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 يمنعني من اشياء كثيره، وممكن يخليني اعمل اشياء كثيره برضاي او غصب عني من خلال حب. الحب دكتوره مها، انا حاسه ان آلة القانون هنا بتربطك بيها علاقه حب كبيره قوي. اكيد ارتبطت اكيد من زمان. بقالها عشرة قد ايه معاكي؟ كام سنه؟ بقالها 25 سنه. 25 سنه عشرة. يمكن نقدر نقول ان اغلب وقتك بتقضيه مع القانون. اغلب وقتي وانا مبسوطه بحب القانون، وانا زعلانه بحب القانون، وانا فرحانه بحب القانون. وده بيترجم على القانون بدون انا ما اعرف. يعني ممكن لو سمعتيني في بعض الاحيان هتقولي دي مها النهارده تعبانه، مها النهارده فرحانه. بتتاثري او بيأثر عزفك على القانون؟ اكيد اكيد. الفنان الكبير استاذ محمد العربي برضه العلاقه علاقه حب بينك وبين الايقاع، بينك وبين الرق، مش كده؟ ايوه فندم. ايه علاقتك بيه؟ علاقتي دي علاقة حب، لان هوايتي المفضلة كانت الرق من المرحوم الاستاذ ابراهيم عفيف الله يرحمه. كان احسن عازف ايقاع، وقعد مع السيدة ام كلثوم حوالي 40 سنة يعزف رق. فانا وانا صغير يعني شفته بيعزف مع السيدة ام كلثوم، اتجننت، كنت عايز اغني، رحت سايب المغنى وسايب الحاجات دي وابتديت اتعلم رق عشان ابقى عازف رق. ولقائي بيه حب الى ان شاءت الظروف الحمد لله وشوف الدنيا، جاني اليوم ان انا اشتغلت كمان مع السيدة ام كلثوم رحمة الله عليها